تصور تكون انسان صالح، تصلي، تقرا قران، اخلاق باهي، ما تضر حتى حد، الناس ما تهتمش بيك برشا، بالعكس ممكن حتى يحترموك، يقولوا لك انسان متربي على دينه، اموره واضحه، عايش في سلام. لكن نهار ما تبقاش صالح كان مع نفسك، تحب تصلح، تحب تبدل، تحب تهز الناس معك للطريق الصحيح، وقتها تبدا المشاكل. كي تجي تشوف موسى عليه السلام كان عايش في قصر فرعون، ما كان حد يتقلق منه، اما كي يوقف وقال هذا باطل وهذا حرام، شنو صار؟ ولت عليه حمله تهديد، طلع عدو الدوله رقم واحد. ابراهيم عليه السلام كي كان ساكت على كل شيء عادي، اما كي قال ما تعبدوش الاصنام شعلوا فيه النار. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كي كان راجل امين وصادق الناس تحبه، اما كي بدا يدعو للتوحيد شنو صار؟ داروا عليه، سبوه، طردوه، حتى حاربوه. الواقع اليوم كيف كي تكون صالح وحدك، صايم، تصلي، متخلق مع حد باش يقول لك حاجه، بالعكس ممكن حتى يحترموك. اما النهار تولي تقول يا جماعه راهو هذا حرام، راهو لازم نصلحه، تسمع كلام كيما هكا، وش بيك ما تعيش حياتك؟ انت تحب تعمل فيها شيخ، راني حر نعمل اللي نحب، لكن هذا ما يهمش، لانه الانبياء والصالحين كل تعدوا من هنا. لو كنت صالح وحدك راهو الدين قا عند الصحابه وموصل الناس، لو كان العلماء يسكتوا راهو الحرام والحلال تبدل. اما فما فرق بين انسان يحب يعيش صالح وحده وانسان يحب يكون سبب في تغيير الناس، والفرق هذا هو اللي يخلي واحد عادي والاخر عنده الرساله. يا اخويا يا اختي، لو كنت صالح وحدك ما تخافش، اما لو كنت تصلح استعد للابتلاء، لانه هذا طريق الانبياء. اما في النهايه شنو الفرق بينك وبينهم؟ هو انك تصبر وتكمل وتعرف اللي ربي معك، وربي ما يضيعش اجر المصلحين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.